وصفة بملايين المشاهدات، واحدة من ألذ وأطيب وصفات الرز اللي ممكن نزين فيها صفر رمضان بمكونات سهلة وبسيطة. تعالوا نحضرها أنا وإنتو مع بعض. زربيان عدني. نبدأ بالمكون الأساسي لهاي الطبخة، بصل. أنا هون استعملت 4 حبات بصل كبار وبقطعهم جوليان. هيك تمام، ونحطهم على جنب. بطاطا 4 حبات كبار بقطعها مكعبات كبيرة. زي ما انتم شايفين هيك جهزت، بنحطها على جنب. وهلا بنبلش على البصل، نتأكد انه الزيت حامي وبننزله بالتدريج، وكل شوي بنعطيه تقليبة خفيفة لحد ما يتحمر. هاي الدرجة اللي بدنا اياها وبنشيله عن النار. وهيك بيكون جاهز وبنحطه على جنب. تومة، أنا هون استعملت من 7 ل8 أسنان تومة، بتركهم يتحمروا شوي لحد ما يصير لونهم ذهبي، وبحطهم على البصل مع الخلاط مع كوب مي دافي. تنجرى فيها زيت، بننزل البهارات: لومي، ورق غار، بديل مرق الدجاج، قرنفل، هيل، كزبرة، فلفل أسود، بهارات السبعة، قرفة، وكمون. وتقليب بخفف زي دايما عشان صح البهارات. ننزل الدجاج على الجلد عشان ياخد لون والبهارات تمسك فيه. ومجرد ما تحمر الجلد بنقلبه على الجهة التانية. بننزل عليه البطاطا وبنقلبها مع البهارات. وهذا صوص البصل والثوم اللي عملناه وبننزله عليهم. ونحركه مع باقي المكونات. والملح تو تيست. مي دافية لغمرة الدجاج. وبنغطيه ليستوي. وهلا بدنا نشخل الرز. أنا هون استعملت 4 كاسات معيارية للرز. والبهارات اللي استعملناهم: لومي، قرنفل، فلفل أسود، وورق غار. وطبعا ما بننسى الملح. وحبينا نرفع الكوليسترول ب 30 جرام زبدة. تقليبة خفيفة وبتركه ليستوي نص سوا. هيك جهز، نصفيه. بطنجرة بنزل فيها تلت كمية الرز. ولا بجيب الحشو: بطاطا ودجاج وجزء كبير من صوص البصل، والجزء الثاني هحطه كصوص جانبي وقت تقديم الأكل. وهلا بقية الرز. هيك جزت وعلى النار. وهلا السلطة الباردة
4 حبات بندورة بنقطعهم نصاص وعلى المبرشة. هيك جاهزين. بنحط عليهم بقدونس وعصير ليمونة، طبعا الملح زي دايما، ونعطيه تحريكة خفيفة. هيك جاهز. وكخطوة أخيرة بالزربيان رشة مية زعفران. هيك جاهزين للتقديم. هاي صوص البصل، السلطة الباردة، والمين ديش الزربيان. أنا هون كنت مجهز بصل محمر ومكسرات للجارنش، بنوزعهم على الوجه. وهيك جاهزين زربيان عدني.